مرحبا للكل، إن شاء الله تكونوا بألف خير. فيديو اليوم هو فيديو المكياج اليومي، سواء مكياج عمل، مكياج جامعة، مكياج البيت، مكياج التسوق. ومن الفيديو يا بنات أخذي الخطوات اللي تريديها وعوفي أو اتركي الخطوات اللي ما تريديها. يعني إذا حسيتي المكياج بدأ شوية يصير قوي عليك فتوقفي وسوي اللي يعجبك. وأيضا الفيديو اليوم مثل ما ملاحظين لابسة عدسات أنا اليوم. هواي منكم طلبوا مني انه البس عدسات بالفيديوهات، فقررت منها هيك من اسوي مكياج اسويه واخليكم تشوفون شكله بدون عدسات وتشوفون شكله بعدسات، حتى اللي عيونهم سود راح يشوفون المكياج شلون ممكن يطلع عليهم، واللي عيونهم خضر او زرق فراح يقدرون ايضا يشوفون شلون هذا المكياج راح يطلع على لون عيونهم. خلونا نبلش بالفيديو. اول شي راح ابدي به هو المرطب اللي بيه لون. طبعا انا نهائيا بالمكياج اليومي ما احط كريم اساس. كريم الاساس جدا ثقيل على البشرة وبرأيي مو صالح للاستخدام اليومي، وانما اكثر شيء للمناسبات او اذا طالع مثلا خطار يعني ضيوف عند احد. بس الاستخدام اليومي راح استخدم مرطب بلون. اذا مرطب بلون ما متوفر عندك فبكل بساطة اي كريم اساس عندك اخلطي نص كمية كريم اساس نص كمية مرطب مال وجه وراح يصير عندك نفس النتيجة. على مدمع العين كم نقطة فقط هالشكل. هسه بنات ضروري تثبتين كل شي هسه حطيتيه ببودرة التثبيت. اذا بودرة التثبيت ما متوفرة عندك فانا تكلمت عن الموضوع قبل، ممكن تستبدليها ببودرة الاطفال. وهواي وصلتني دقيقة خليج بودرة الاطفال اللي هي هاي كثير وصلتني ناس انه قارية مقالات انه هاي البودرة سبب السرطان الامرأة او كذا. فلطفا اذا انتم عندكم تحسس من الموضوع فمو شرط يعني جونسون، انت ممكن تشترين اي ماركة معينة او اي بودرة اطفال انت تفضليها، وافضل ان تكون بدون رائحة. هاي الخطوة كلش مهمة حتى المكياج لا يخطط جوا عيونك اولا، وحتى يثبت ساعات طويلة ثانيا، وايضا حتى وجهك ما يصير يلمع ثالثا. هسه من كراجة راح استخدم هذه العلبة اللي رقمها 24 بيها بودرة تسمير او تحديد لتقاسيم الوجه وبيها احمر خدود. وهسه انا بنات بس للتوضيح انا بدأ اسوي تحديد التقاسيم الوجه، يعني هذا هنا كريم اسود وداير مدار الخشم اسود، هذا طبعا راح اسوي عليه حلقة بعدين، بس مجرد هيك شي برونزي خفيف حتى ينطي نظرة صحية للوجه. هسه فوق البودرة السمراء راح اخذ هذا احمر الخدود من نفس العلبة وراح احطه فوق اللون البرونزي مباشرة. راح نجي للعين. طبعا العين تختلف الآراء من وحدة لوحدة. اكو بنات يكتفون بس بالمسكارة، من حقك. اكو بنات كحل ابيض. طبعا بس شغلة صغيرة انه لاحظت انه 99% من البنات على اليوتيوب يستخدمون الكحل الابيض داخل العين بالمكياج اليومي. اذا واحدة استخدمت اسود كأنه يعني طلعت عن القاعدة وبعد ما يعتبر مكياج يومي. طبعا ماكو حكي، مو كل وحدة يلوق لها اللون الابيض بداخل العين. انا شخصيا من اخلي لون ابيض بمكياج يومي، ملاحظة يعني مو بالمكياج القوي، بالمكياج اليومي من احط لون ابيض احس طالعة مريضة كأنه ماكو دم بوجهي، عباك بيها بصفار. وقاعدة بسيطة انه كل ما انتي لون عيونك اغمق كل ما تغمقين الكحل، كل ما لون عيونك افتح كل ما تفتحين الكحل. فانتي حسب لون عيونك، يعني مو كل شيء احنا نشوف مثلا وحدة شقرة عيونها خضر حطت ابيض اجي اني سودا وعيوني سود لازم احط ابيض. لا، حسب شكلي واللي يلوق لي. فانتي ملكة نفسك، لا تخلين احد يقرر لك انه مكياج يومي لازم ابيض. لا، اذا ما يلوق لك الابيض حطي اسود، حطي اخضر، حطي ازرق اللي يلوق لك.
أنا ما أحب الأبيض بالمكياج اليومي، لأن مثل ما قلت يطلعني مريضة، فراح أستخدم اليوم اللون الأخضر. هسه مكياج العين ممكن هنا تكتفين تخلين مسكارة وينتهي الموضوع. أنا شخصيا بالمكياج أحب أركز على العين، لأنه بالنسبة لي العين هي نافذة الروح، فراح شوية أكثر. إذا ما تريدين تكثرين ممكن هنا تتوقفين تحطين مسكارة ويطلع المكياج كلش حلو، وممكن تكملين وياي. راح اخذ الكحل الأسود الكريمي من ميبلين اسمه بلاكس بلاك، فرشاة سيجما اي او 6. هاي أحسن فرشاة رسم الكحل، وتقدرون تطلبوها من موقع سيجما، راح أترك الرابط لهم بصندوق الوصف. راح أحدد فوق العين بشكل جدا بسيط ومو مرتب، لأن راح ندمجه بعدين. بأي فرشاة عندك مثل هاي مسطحة راح أدمج الخط. هسه راح اخذ دارك هورس من علبة نيكد وان، راح اوزعه بنفس الفرشة بشكل خفيف وسريع فوق الاسود. راح اخذ سموك اللي هو افتح منه واخليه بمنتصف العين، هم يفتح لي اللون وهم ينطي شوية منظر ثلاثي الابعاد للعين. بس بشكل خفيف وسريع. احنا هذا مكياج يومي فمدى ننتبه للتفاصيل هواية. هسه راح اكبس الرموش. استخدمي مسكارتك المفضلة. بالنسبة لأحمر الشفاه، فأنا شخصيا ما أخلي أحمر شفاه، وإنما أخلي من هاي الخلطة اللونية اللي سويتها مرة وياكم فيديو. اللي ما شافت هذا الفيديو راح أترك الرابط له بصندوق الوصف، وأحط فوقه مرطب شفاه أيضا سويناه سوا بحلقة، وراح أترك رابطها بصندوق الوصف. اللي تحب تستخدم أحمر شفاه بإمكانك تستخدمين أحمر الشفاه اللي يعجبك باللون اللي يعجبك. أفضل أنا الألوان الترابية، يعني البيجي، بس مو البيجي الأبيض، لا، شون مثلا هذا اللون نيكس أبو ظبي كلش حلو على الشفة، أو نيكس بيد تايم فليرت. طبعا راح أترك كل شيء أستخدمه بصندوق الوصف. لأن أنا مثل ما ذكرت أريد التركيز يصير على عيوني أكثر شي. اوكي بنات، وبهيك نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. ان شاء الله يا رب استفاديتوا وان شاء الله استمتعتوا. اذا حبيتوا هاي الحلقة فلا تنسون تسووا لها لايك وشاركوا الفيديو ويا صديقاتكم حتى تعمل فائدة، وايضا لا تنسون الاشتراك دعما للقناة، واشوفكم بألف مليون خير ان شاء الله المرة الجاية.